قرار لجنة المناقشة والحكم إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2011 اجتمعت اللجنة المشكلة من الأستاذ الدكتور دلال علي حسن أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية مشرفا، أستاذ دكتور زينب محمد أبو بكر أستاذ طرق تدريس كرة السلة المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية مناقشا، أستاذ دكتور هدى مصطفى درويش مصطفى أستاذ طرق تدريس كرة السلة المتفرغ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية مشرفا، أستاذ دكتور نادية محمد زكي الحمولي أستاذ طرق تدريس التربية المدرسية المتفرغ كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية مناقشا لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة إيناس هشام محمود عبد الحميد وموضوعها برنامج تعليمي مقترح للمهارات الهجومية في كرة السلة بضوء أسلوب النظم وتأثيره على بعض نواتج التعلم للصف الأول الإعدادي. وقدمت المناقشة في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2015 بمقر كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية. وبعد المناقشة قررت اللجنة قبول الرسالة واقترحت منح الباحثة إيناس هشام محمود عبد الحميد درجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم المناهج وطرق التدريس التربية الرياضية جامعة الإسكندرية.